في سنة 2003 وتحديدا في منطقة فيصل، الشرطة بيجيلها بلاغ إن شقة العالم الفلكي طالع منها ريحة وحشة والريحة لا تطاق. فلما راحوا وكسروا باب الشقة اكتشفوا إن العالم الفلكي الحسيني ميت بشكل فظيع ومرعب، لأن في موته كان فيه أسرار كتيرة جدا اتكشفت بعد ما مات. السيد الحسيني أو العالم الفلكي زي ما قال على نفسه ده ما كانش شخص عادي، لأنه كان ساحر ومتخصص في السحر الأسود. ومش بس كده، ده كمان كان بيعمل أعمال للجن ذات نفسه، يعني لا الإنس سلم منه ولا الجن كان سالم منه. السيد الفلكي منين اتعلم السحر؟ ده كان من أشطر تلاميذ الطوخي اللي ممكن نعمل عليه قصة تانية بعدين. والطوخي أطلقوا عليه اسم وريث إبليس، زي النمرود من تعلم السحر على يد إبليس. الطوخي قالوا عليه إن هو وريث إبليس لأنه عمل كتب كتير عن السحر. توصل به الأمر إن هو كان فاتح مكان بيعلم فيه السحر، معهد العلوم الفلكي، وكان قايل للناس اللي هو بيعلمهم علم الفلك، وكانوا بيجولوا ناس من جميع أنحاء العالم. ده حتى السحرة بتوع جنوب أفريقيا كانوا بيجولوا علشان يتعلموا منه. لكن في سنة 1961 المعهد اتقفل بشكل مجهول، وما يعرفش ايه اللي حصل ولا مين السبب في قفله. لكن في وقتها كان من اشطر تلاميذه كان السيد الحسيني الفلكي اللي احنا جايين بنتكلم عن قصته النهارده. وكان قايل على نفسه ان هو خادم الجن لانه وهب حياته كلها للجن. والغريبه ان هو كان بيجيله نجوم ومشاهير ولاعيبه كوره وناس مشهوره جدا في البلد. ده كمان كان بيروح مؤتمرات بره وكان بيتكلم فيها عن علم الفلك وعن الروحانيات. كل ده والشهره بتاعته كانت عماله تزيد، وكل ده باسم ان هو دارس علم فلك، ومحدش يعرف ان هو كان ساحر. لكن هو في الاساس كان شاطر جدا في السحر الاسود. لكن شهرته بدأت توسع لما المخرج ياسين إسماعيل ياسين قرر إن هو يجيبه في فيلم عادة لينتقم. وأول ظهور ليه كان في سنة 1988، وساعتها كان في جلسة روحانية، وقرر إن هو يجيب السيد الحسيني علشان ده خبير في الروحانيات، وكان عامل إن هو وسيط روحاني، وهو كان عايز يلمس الحقيقة بشكل كبير، لأن في الوقت ده ما كانش حد عنده الجرأة إن هو يجيب عالم روحانيات علشان يأدي المشهد، وإن هو بيقول طلسم محرف. وخلي بالكم من كلمة محرف، محدش كان يعرف ان هو هيقول طلسم حقيقي، وبيأكدوا عليه اكتر من مرة علشان ما فيش اي حد يصيبه الاذى. فقال لهم تمام وهعمل كده، وما كانش يعرف المصيبة اللي هتيجي من ورا المشهد ده. بس العالم الفلكي قرر ان هو يغير الوعد اللي قاله لهم، وقال العزيمة البرهاتية بكل حرفية: فريق أنيق حريف مليق انزلوا حتى يراقب الناظر بعينه. والعزيمة دي مش أي حد بيقدر يقولها، يعني في ناس معينين هم اللي بيقدروا يقولوها، لأن ليها نطق معين بطريقة معينة برتم معين. والعزيمة البرهاتية دي من أقوى الطلاسم في السحر الأسود، وبيقولوا إن ده قسم وعهد ما بين الشخص اللي بيقوله وما بين الجن، وما ينفعش أي حد ما بينهم يكسره. وبيقولوا إن هو موجود في الطلسم 28 اسم من أسماء الله الحسنى، ودي معلومة أنا مش متأكد منها، لأن في ناس تانية بتقول إن دي أسامي بتستدعي الشيطان. والله أعلم، أنا معرفش ومش قادر أتحقق من الموضوع ده كويس. بس خلينا نكمل القصة على حسب السياق بتاعها. العزيمة البرهاتية دي لو أكبر عشائر الجن سمعوها لازم يستجيبوا ليها في الحال، ولازم ينفذوا الأوامر اللي تطلب منهم مهما كان الأمر ومهما كانت العشيرة كبيرة، لازم تستجيب للأمر. وزي ما قلت لكم من العزيمة البرهاتية دي محدش كان بيقولها كتير، يعني ناس معينة هم اللي كانوا بيقولوها، ومنهم الساحر الحسيني. وتنفيذ شروط الطلسم ده كان إن هو يقوله بعد كل صلاة 7 مرات، وفي اليوم التاني يقوله 14 مرة، وبيبتدي العدد يتضاعف مرة بعد مرة لحد ما بيظهر الجن أو العشيرة اللي استجابت للطلسم. ومن بعدها بتبتدي العهود والوعود اللي محدش يقدر يتخلف عنها. وزي ما قلت لكم إن هي كان ليها شروط علشان تتنفذ، بس في وقت تصوير المشهد ما كانش موجود الشروط دي علشان إن هي تتنفذ. لكن اللي كانوا موجودين في اللوكيشن حسوا بتغيرات غريبة، زي المصور اللي كان بيقسم إن هو كان بيشوف أطياف بتطيف حوالين الحسيني، وكمان ناس كتيرة كانت بتقول اللوكيشن كان بيولع لوحده. فأغلبية الناس اللي كانوا ما يعرفوش الحسيني فقالوا إن ده ممثل بس شاطر جدا لأنه أدى المشهد بشكل جميل، وما كانوش يعرفوا إن هو أصلا ساحر واللي هو بيعمله ده حقيقي مش تمثيل.
وكانت نهايته في سنة 2003. بس ايه هو اللي شافه علشان يبقى منظر وشه مفزع للدرجة دي وهو ميت؟ لان الضابط اللي كان مسؤول على التحقيقات وقتها قال لما دخلت عليه لقيت وشه كان باين عليه الفزع والرعب. وايه اللي يخلي شخص زي ده في المكان اللي هو فيها من السحر يخاف لدرجة ان وشه يبان عليه الفزع والرعب؟ لانه بقه كان مفتوح على اخره وعينيه كانت طالعة لبره ووشه ازرق ومتخشب. شخص زي ده متعود على استحضار الجن وبيشوفهم باستمرار. ايه الشيء الفظيع اللي خلاه يموت بالطريقة دي؟ او بمعنى اصح خلاه مات من الرعب. بس في ناس قالوا ان اللي قتلته زوجته رشا، لان هي وقتها كانت اصغر منه ب35 سنة. وقالوا ليه واحدة زي دي ترتبط بشخص كبير عنها بالفرق الشاسع ده؟ وقالوا ان هي قتلته علشان تورثه وحطت له سم في الاكل. وقالوا ان هم كانوا بيسمعوها بالفترة الاخيرة ان هي كانت على طول بتتخانق معاه وخناقات كبيرة لدرجة ان هي كانت بتوصل للضرب. لكن الطبيب الشرعي لما جه علشان يشرح الجثة اكتشف ان الجثة ماتت طبيعي جدا وما لقوش فيه سم ولا اي حاجة. وقالوا ان سبب الوفاة لحد دلوقتي مش معروف، يعني موته ما كانش سبب بشري، ده شيء مجهول. لان اغلبية الناس اللي بتموت بالمنظر ده بيكون هبوط حاد في الدورة الدموية او سكتة دماغية او جلطة او اي حاجة مقنعة. ولما فتشوا شقته في فيصل لقوا فيها حاجات غريبة زي سائل منوي ودم حيض واعمال كانت معمولة للجن ذات نفسه. ده غير الاعمال والاجنتات اللي كانت موجودة فيها اسامي ناس مهمة جدا. ده غير كميات اللبن اللي كانت عنده والصور اللي كانت مجهولة المصدر. ده غير كمان صور ومشاهير لناس مهمين كان معمل لهم أعمال على ظهر الصور، بس محدش عارف إن هو كان عامل العمل ده ليهم ولا عليهم. والأغرب من كل ده إن هم لقيوا قفل وعلى القفل ده مكتوب أسامي الجن. ولما سألوا ناس خبيرة في الموضوع قالوا إن ده عمل معمول لوقف الحال للجن، يعني كمان الجن ما كانش سالم من أفعاله. بس سبب موته والناس اللي رشحت الكلام ده بشدة قالوا إن هو كان بيحاول يحضر كيان عظيم، ولما فعلا قدر يحضره ما قدرش يستوعب اللي هو فيه، فمن شدة الفزع اللي هو شافه مات بالشكل ده. وفي ناس تانية قالوا إن هو شاف ملك الموت وهو بياخد روح عقابا للي هو كان بيعمله. ولهنا يكون وصلنا نهاية الفيديو. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تشتركوا بالقناة واللايك بتاعكم الجميل، ولو عايزين نعمل نوع تاني من الفيديوهات زي كده ياريت تقوليلي في الكومنتات. وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وسلامات.